أكثر ما أن وجهي يتكلم. والله تكتم، أنا غرفتي أنا بيها تكتم، أنا خلقة مكتومة، أنكتم زيادة إيش المشكلة؟ كم جبتي بالقدرات؟ ما اختبرت قدرات وأنا داري إني باكلها، ولا حتى ذكرت ولا سويت شيء أصلا. دقيقة لما تكلمين عن الشهرة وأنتي ما عندك اللي ما أدري كم ألف، أحس إنه ما لك دخل. يا عمري الرياض والله ما قصرتي أو ما قصرت، شكرا. الألوان الغامقة تضيق الغرفة. إيه طيب، بس الرمادي ما هو بغامق ترى، ما راح أحط رمادي غامق مرة. شفتوا ذا زي ذا اللي هو مايل على بس أغمق شوي، زي هذا اللون بس إنه أغمق نقطة، تمام. فبسوي إن شاء الله أدهن الغرفة كلها، وبعدين بجيب لوحات مدروش. ترى مرة وراي أشياء بسويها في الإجازة، إجازتي كلها بتروح على غرفتي وعلى يوم ميلادي، لأن اللي بسويه بيوم ميلادي شيء إن شاء الله شيء جديد إن شاء الله. لكن ما قاعدة أفكر أسوي حفلة، ما أدري ترون، قاعدة أفكر الحين إيش رأيكم أنتم أسويها حفلة وأعزم صديقاتي اللي أعرفهم، يعني أعزم صديقاتي اللي أعرفهم. بس المشكلة إيش؟ مشكلة مثلا إني أنا ما أعرف إلا كم واحدة بس، فهمتوا؟ أنا صديقاتي ترى علاقاتي محدودة، يعني أغلب علاقاتي برا الرياض، يعني بالجوف، في الأماكن اللي عليه حرارة، أنا في الجوف في الأماكن اللي برا، فهمتوا؟ هنا في الرياض ما عندي يمكن إلا بنتين وين بنتين كثير بعد، بنتين والباقي بنات المدرسة. فأنتم إيش رأيكم أسوي حفلة تمام لي أنا وصديقاتي بس، ولا أسويها بيني وبين أهلي؟ يعني يا جماعة قسم بالله قاعدة أموت، فيني حرارة، أنا قاعدة أحس حتى نفسي قاعد يطلع مني حر. إيه، ولا أسويها اللي أنا أبغاه؟ شوفوا اللي أنا قاعدة أفكر فيه اللي بسويها، يعني إذا بسوي أنا لحالي أبى أروح بحر وأصور صور بس، يعني لاني محتفلة ولا اني مسوي شيء. يا الله يا الله، كل مكان حار بجسمي. ايه مع نفسك احتفلي، صح. احس افضل، احس اني فكرت في الموضوع اكثر من مرة. امس قررت انه بيكون لي انا بس، يعني او اني بحتفل انا وصديقاتي، يعني بس انا وصديقاتي، يعني انا وصديقاتي اللي هنا، يعني مثلا بجيب 2-3 اقرب بنات لي هنا واحتفل معهم بس. انتي ثالث ثانوي ولا ثاني؟ لو كنت تأسيس. هلا والله دولار. ايش اختبارك بكرة؟ فيزياء. تحتفلين بوش؟ احتفل بميلادي. انا قاعدة افكر اسويه مع، يعني انا بس وكم صديقة لي، يعني تذكرون حفلة 100,000 نفسها، انا بس كنت جايبة صديقتين لي وامي معي بس احتفلت. احس ان بيوم ميلادي بسوي نفس الشيء. يا جماعة قاعدة اموت وش ذا، كم فيها مويه ذي بعد. راحي للجوف، الجوف. أنا أحب الجوف مرة أحب الجوف. أنا أي مكان، يعني إذا شفتوني أحب منطقة أعرف أنها صدق، يعني أقرب ناسي هنا. ليش ما تعزمين مايا؟ طيب أنتي، أنا الحين لما تكلمت أنا قلت بعزم مين؟ قلت مايا ما راح أعزمها؟ لا، هذا إذا سويت، يعني شوفوا أنا على الغالب ما راح أسوي، لأني صدق أخاف إنهم ما يجون. طيب لما أعزم ناس ما يجون وأنك أنا ويروح، فهمتوا؟ مثلا يروح تجهيزاتي على الفاضي، لأن أنا ودي أسوي شيء كبير. بس قلت لكم إن علاقاتي مرة محدودة، وخصوصا هنا في الشهرة، يعني أغلبهم ما أحب أحتك فيهم، لأني قاعد أشوف أشياء قاعد تصدمني، يعني إني أصادق بنت مثلا وأتعلق فيها وأحبها، يعني ونصير مرة قريبات من بعض، بس أكتشف إنها بس كذا، بس يعني ما تشوفني شيء. عشان كذا أنا ودي أسوي، بس قلت لكم بتصير الحفلة مرة نايمة مرة فاضية، ما في أحد. حرام، لازم تختبرين إيش؟ مصلحة تكون، إيوه مصلحة، كل شيء في الشهرة مصلحة. فالحمد لله الحين ما عاد أحد يتمصلح معي، لأنهم صاروا أعلى مني، فهمتوا؟ أنا صدق ما صرت أسعى للشهرة، أول كنت أسعى هين، الحين ما صرت أسعى. يعني لو تلاحظون والله لو إني أسعى كان بثيت كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة. طيب بس أنا ما، خلاص طالع لك هالات، هالاتي واجد، بس إني حاطة ألوان هنا.
حاطة ألوان، حاطة ميك اب، يعني مات الشغف. مات الشغف بالشهرة، ما عاد أبي أشتهر. استسلمتي بسرعة؟ لا، أنا ما أستسلم لشيء بسرعة إلا إذا كان، إذا شفت إنه يأثر. فهمتوا كيف هادية كذا؟ أنا دايم هادية على فكرة، بالعكس أعزمي المشهورات مثل حفلة يا جماعة. حفلتها هي ما شاء الله ترى من زمان، من أتوقع 7 سنين وهي في الشهرة، فتعرف كل الدنيا. أنا ما أعرف إلا كم واحدة، وذا كم واحدة بعد نصهم كرهتهم بسبب فعايلهم، ويمكن واحدة ولا 2 اللي باقي معهم، باقي أحبهم يعني، وحتى ما يمديني أذكر أساميهم. أعتقد قلبك ينقذ. أحس أحب البثوث اللي زي كذا، أحب أن نسولف مع بعض وكل شيء. ليه بنت حسابك الانستا؟ ما تحسي إنه وجهي يتكلم؟ ليش بنت؟ الحمد لله أنا في ميك اب. غد أنت تبيه؟ لا يا روحي، أنت صحباتك على البحر ما تنبسطين لحالك. ما يمديني أخذ صحباتي على البحر يا جماعة، لأن أنا أول شيء في الرياض، ما عندنا بحر في الرياض، ومو معقول أن أهلهم بيوافقوني أسفرهم علي، يعني معي علي أسفرهم معاي. مستحيل يوافقون، لأن تراني صغيرة يعني، فاصدقاتي بنفس عمري. في كبار، في كبار أقدر أخذهم معاي، بس ما أدري. قاعدة أفكر الحين بالموضوع إنه والله حلو الموضوع، إلا في بحر في الرياض. وين البحر في الرياض؟ وادي حنيفة. أخذ من وين لبسك؟ من شيئا. آخر فترة لبسي كذا من شيئا، لأني ما قاعد أطلع نهائيا. أنا ما حد صديقي، لا تسألوني عن أحد، لا تسألوني عن أحد. أنا هنا في هذا المجال ما عندي أي صديقة وبس. شكرا. وأنا قلت خلاص. أنا أشرب موية. ودي أقوم أعبي موية، بس ماني خلق أروح المطبخ يعني. هل في منتجع صغير وحلو؟ هو هذا الأكيد، أقصد هذا الاقتراح الأول. بس إني داري يعني لو بعزم ما راح أعرف أعزم مين وأخلي مين. تدرون أنا وش بسوي، وش بوكل الموضوع؟ بسوي أنا دعوة واحدة بس. طيب أكتب عليها، يعني ما راح أكتب عليها اسم، لا بخليها دعوة عامة يعني بدون اسم، وأرسلها لواحدة من صديقاتي المشاهير. واحدة صديقتي هي مرة يعني قريبتي، فأنا أثق فيها. أنا هي هذه الوحيدة اللي باقي ما سوت شيء يعني يضايقني. فذي بعطيها الصورة وأقولها أرسليها أي أحد عندك أرسليها له، وخلاص هي تجيب معها الناس. صار أهم شيء إني أسوي حفلة وانبسط، هم يجيبون اللي يبونه. كنا نعرف إنها مايا. مايا، أنا والله صدق بعطي مايا، أنا هي الوحيدة اللي يعني اللي أثق فيها. بعطيها إياها إن شاء الله، وأقولها مايا ارسلي للي أنتي تبينه، وجيبي كل الناس اللي تبغينهم. بس طبعا بحط عدد محدد، يعني بقولها ارسلي كم واحدة، وهي طبعا مصادقة الكل. فهمتوا؟ يعني بعطيها مثلا أسامي، أقولها ارسلي ذي. ترى في مشهورات ماش، ترى في، مو ترى، هو في يعني في بيجون الناس ما تمون. تراني ما أمون على ولا أحد. درون أمون على مين في المجال؟ أمون على مايا، أمون بس مايا. اكتشفت مايا واختها بس، ما أمون على أحد. يعني توي اكتشفت ترى دمك نفط وانتي شكو على اسم يوزرك، صدق شكو. لا تقولين ليه ما أقول هذا الصدق، يعني هي قريبتي يعني تقرب لي، طبيعي إنها بتكون هي، يعني هي صدق. تتجنن والله، صح عليكم والله تجنن. رغد أنا اسمي رغد يا عمري، والله دمك يا عمري أنتم. رغد ذا الكلام بيضرك. وش يضرني؟ ما أبي أذكر أسامي أحد وأنسى أحد، ما يتقرب لي. لا العقيل حسن نفسكم كلكم عسل. هو شكله يعني، وحنين كلهم حنين، مير، لولي. من بعد والله في بنات كثير براسي يصفروا، أحس أنا. بس تدرون اللي ولا واحدة فيهم أمون عليها، هذا اللي أقصد. يعني عادي أطلع معهم صديقاتي، بس ما أمون عليهم، مش دعوة يعني، ما توصل الميانة.
مش عليك اختبار، علي فيزياء. أنا إنسانة أتكلم كما أبغى. طيب، وما يعني أنا داري إني في عواقب بتجي، بس اللي يجي. مير تقرب لك؟ لا، أنا قاعد أقول لكم إن أنا أمون على مايا لأنها تقرب لي، مو لأن الباقين سيئين، لا، بس هذه تقرب لي يعني طبيعي بمون عليها. يعني أعرفها من يومي يلا أعرفها من يوم عمري 3 سنين أقل بعد. صدق والله أنتم ما تدرون، أنا أعرف مايا من يوم صغيرة، من يومي مرة صغيرة، يمكن أقل من 3 سنين، من يومنا في سوريا وأنا أعرفها. بعدين جينا هنا وبعدين رحنا وزي كذا. يعني أنا قلت لكم إني ولدت هنا بعدين رحنا سوريا، كان عمري 3 سنين. قلت لكم ذا السالفة. إيه، أخوي الكبير ولد في سوريا، بعدين جينا هنا ولدت أنا، وبعدين رجعنا سوريا عشان ما أدري والله وش كان مسلمون، أتوقع رحنا زيارة، رحنا نزورهم، وكان عمري أعتقد 3 سنين، ورجعت هنا وأنا عمري 3 سنين، وخاص من بعدها ما عاد نزلت على سوريا إلا السنة ذي نزلت. مايا ماجد، إيه مايا ماجد سورية، مايا كردية سورية. وجهك متغير مرة، وجهي ميت مرة. الحمد والله العظيم، الحمد لله أنا في ميك اب. والله أنتي بنات تبون أشبه لكم أقرب شيء، يعني أقرب شيء أحس قريب لشخصيتي. تعرفون رهف القحطاني بالضبط. أحس إني لو شفتها يعني لما أشوف بثوثها أحس إني قاعد أشوف انعكاسي، والله العظيم، على كثر ما أنها تتكلم ولا يعني تشيل هم العواقب، إن لو تكلمت ممكن يأذوني، وأنا هي مشهورة جدا، فهي يعني على نياتها بزيادة، يعني تتكلم كل شيء بخاطرها تقوله، فهمتوا؟ فأنا نفس الشيء للأسف، إني أتكلم كل شيء أقوله. أنا ما أتصنع، بس أنا أتكلم بكل شيء بخاطري، فهمتوا؟ يعني ما أجي أقول إن لا هذا ما ينفع أقوله وهذا ما ينفع أقوله، لا، للأسف. يعني خفف الضغط على نفسك رودي. يا عيون رودي، والله عرفتي مين أنا؟ إيه، آخر سنة لك؟ ما أدري، أنتوا تحسون إنها آخر سنة؟ طيب بلسان والله ما أعرفها يا جماعة، معرفة يعني كنت شفتها أكثر من مرة بالواقع، بس إني ما تكلمت معها يعني. أحبك روري يا روحي. أنا أي أحد يقول لي روري، أي أحد يقول لي رودي، تجيبون راسي بسهولة. راف كلها مناكير بس. ها ايش دعوة؟ ليش تخبين صف كم؟ لأنه ما يخص أحد، يعني لو عرفتوا ما راح تستفيدون شيء. اسمه بدأ راسي صدع مرة، بس إني ما بقفل، يبدأ أسولف معكم وما راح أقفل للأبد. معكم لين الموت. البسي النظارة، أنا حاطتها لأن شعري حوسه مرة. شوفوا، بس محبيني لو يحبوني مسألة وأسئلة ما لهم يعني ما راح يستفيدون منها. يعني وش الرابط بين إنك تكون محب لي وبين إنك لازم تعرف عمري؟ يعني متوسط، أنا ثانوي. يا الله كيف إنه طايح لدرجة يبان مزيت من كثر ما إنه ناعم. طبعا ترى شعري مو ناعم الصدق يعني، بس عشان مسوية ليس. وش برجك؟ ما أؤمن بالأبراج. ثالث خذوها مني. طيب قلبي يوجعني. أيوة البنفسجي طالع. تروني مرة أحب البنفسجي، بس الحمد لله إني لقيت في شيئين ملبي الطلبات. لقيت في شيئين ذا اللون طلبت على طول، حتى ما ركزت وشو. كل هذا مش ناعم يا حبيبي رغد. لا صدق والله، شعري الطبيعي يجي زي الكيرلي، هو كيرلي بس أنا لأني ما أسوي، يعني ما أهتم فيه كذا. شام ايش تقرب لك؟ مين شام؟ أمك سورية؟ أمي سورية. إيه
يمه انت وشو اختبار يا اخي ايش تبون انتم؟ انا بختبر ان شاء الله. شوفوا الورق، هذا هو خلصته بصمت الورق 10 مرات، شو اسوي يعني؟ ما فيني حيل اذاكر والله العظيم، ما فيني حيل. سمعي لنا يلا. لا يا مصروع، لو سمعت لهم بيعرفون انا صف كم. من اي الاشراف انتي؟ الهواشم. نرجع لموضوع الغرفة. ما في موضوع، شريت كل شيء. لا ما امزح، ما شريت كل شيء. شريت الطاولة حقت، شريت المراية، شريت طاولة عشان يا جماعة بديت اضيع انا من الحرارة. المهم انا مو وقتي اتعب دايم قبل الاختبارات. شريت رفوف، شريت واحد بس الله يعني قصرت صراحة، تسلم رجلي. شريت رف وشريت مراية وشريت ساعة وشريت طاولة. طيب وشريت التلفزيون. انا لاني غبية شريت التلفزيون قبل اشتري الطاولة، فحجم التلفزيون ما شاء الله يعني مرة كبير. حتى انا نفس وضعك، الضمير مو راضي يصحى. لا انا ضميري صاحي يعني، الحمد لله اني ذاكرت، بس اني اقول لكم يعني ما ذاكرت يعني الحين ما ذاكرت. ايش حابة يكون تخصصك؟ طفي الإضاءة، يختفي وجهي لو طفيتها. تبون ننزل الحوش نبث في الحوش؟ تخليك استاذ. مش كأنكم عارفين ان انا والقستات خطان لا يلتقيان ولا يمكن يلتقيان، لاني اضايق في القستات. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. ببث مع تيم نايم، تلقونه في 7 نوم الحين. رغد بعد البث شوف الانستا، انا مبندل الانستا. انتي من اشراف مكة. انا ما قريت عن اصلي صراحة والله. ما انا اذا سألت اهلي شوي يصفقوني يعني كثر ما اسألهم، فما سألت انا من اي الاشراف. الحجاز بس وين ندري ليه. طيب وشو ليه؟ أحس فاقد الشغف. تحسيني فاقد الشغف؟ تحسين؟ الله يسعدك إنك بس تحسين. كم تتوقعين نسبتك؟ هالترم 95، وإن شاء الله إنها 95. أنا راضية 95، راضية 94، والله راضية بأي شيء في الحياة. بس أهم شيء لا تنزل على 90، لأن لو نزلت على 90 صدقوني بيجيني انهيار عصبي. أنا على كثر ما يجيني انهيارات عصبية خلاص يعني بديت أشوف الوضع عادي إيزي يعني. انزلي الحوش. شوف أنا نسبتي الترم الأول كانت كانت 7 أو 96 طبعا، بس إن كان ما في فيزياء. الحين في فيزياء، لأن أنا شفتوا لي يمديكم تأجلون وتسوون زي كذا. إيه فأساس إن الفيزياء الحين نبي ورق عنب. سويت الورق عنب بس ما عجبني، لأن الورق اللي ماما جايبته قاسي وما جاز لي. ما أدري، أو هي وقفت، ما أدري هو انطبخ زين ولا هي وقفتها، والله ما أدري. أجل ثاني. لا ليه ما أفطرتي؟ أنا قاعدة أسوي صيام 20 ساعة يعني آكل مرة واحدة. فقمت الصباح كليت خيار ولبن، تعرفون صح؟ اللي هو يجي لبن حق الشرب مع خيار، طيب في صحن. فسويت خيار لبن وسويت وأكلت كم ورق عنب ونسدت نفسي وما صرت أقدر أكل أصلا. فيعني الحين سلطة خيار، اسمها سلطة خيار ولبن. خليت اختبار. لا تكفين يا جماعة، والله اختباراتكم أهم من وجهي وأهم مني وأهم من كل شيء فيني. روحوا بس وذاكروا. أنا باثة هنا لأن والله العظيم أبي أدور شيء يروقني عشان كذا. بالغلط
كيف نظام الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع تصومين 20 ساعة في برنامج فاست فود أعتقد، تصومين 20 ساعة بعدين تفطرين على شيء بسيط، لكن مو شيء بسيط مرة يعني. ترى أنا بس كليت كم يعني، كليت يمكن 5 حبات، لا والله أقل، إيه أتوقع 5 حبات ورق عنب، وحباتي صغيرة يعني اللي أنا مسويتهم صغار، وكليت شوي بس من سلطة خيار لبن، وبعدين خلاص سدت نفسي قلت ما راح آكل، وما راح آكل مرة ثانية لأن ما أقدر آكل مرة ثانية. وش صار على التحليل؟ آخر ربي يا جماعة ما يمديني أروح اليوم لأن عندي اختبار لازم أقعد أذاكر، وذا الأسبوع كله في اختبارات. وين شجون؟ ما أدري، اليوم ما دقيت عليها. والدك شلون تعرف على أمك؟ تخيلوا أقول لكم شلون تعرف على أمي يعني، أقول لكم والله صدق تبوني أسولف لكم عن كيف تعرفوا ماما وبابا؟ أسرار العائلة هي. أقول لكم ألو أصبروا، أبي أتأكد من شيء دقيقة. أقول لكم شلون تعرفوا أمي وأبوي؟ أصبروا. أبوي كان، أصبروا يلا اسمه تكفون لا حد يصور. بس زين هذيك اللي تصور عندها متابعين مو موجودة. يلا خلنا نقول دمدوم أعطيها دمدوم مو موجودة، دمدوم في 7 نومة ما درت عنها وداري. كم الساعة الحين عشان أكتشف إذا بتصحى فجأة؟ أوكي لا ما راح تصحى. أصبر أوكي رغد ما يصلح. إيش دعوة ترى ما راح أقول صار إيش دعوة يعني عادي قصة. المهم بقول لكم يا جماعة بس بقول لكم خلاص ما راح نقول، خلاص دوروا لي سالفة ثانية. يلا خواتك إحنا المشكلة في غيركم يا خواتي. حرارة اي والله فيني حرارة قاعدة اذوب، اقسم بالله قاعدة اسيح مو بس اذوب. قولي لا خلاص ما راح اقول والله تهاوشوني بعدين تبوني اقول والله ما اقول، خلاص غير السالفة. يلا امس اسمعوا خلينا نروح المطبخ. احس المطبخ يذكرني ببثوث خايسة فيعني بس نشوف. بسم الله عليك يا ماما. لا تقولون لي بسم الله عليك، الكلمة توجع قلبي. شو خلينا نروح. بسم الله عليكم أنتم. يلا خلينا نروح. أصبروا أوريكم الورق عنب اللي المحروق. ما تتصغر الشاشة. اصبروا كان مفتوح والله. أمي قاعدة أتأكد إذا في شيء وراي، لأن تذكرون ذاك البث اللي كان باين وراي أشياء المفروض أنها ما تبان. أحطكم هنا. فكرتي المفضلة أحطكم في الثلاجة. ما في شيء، لا تسولفون، ما في شيء. برد طلعينه عشان أنا أبرد بعد، لأن أقول لكم عليه حرارة. أصبروا تكفون عشان فيني حرارة. الكذب حرام، لا تكذبون. تخرب الثلاجة عادي فداكم. عليه حرارة قاعدة أذوب. اصبروا. ماما جاتك؟ لا ماما مستحيل تجي الحين، ماما في 7 نوم. الثلاجة تغيرت؟ لا ما تغيرت، أمي تغير أماكنهم. ذكرت آلة القهوة. ما أشرب قهوة، تدرون الآلة ذي لإخواني. طيب الحين وش أسوي؟
سوي اصبروا، خلينا نجيب دواء. اصبروا. السلام عليكم. السلام عليكم. اصبروا الان، اصبروا. اوكي، يعني تشوفون هذه سلة الثوم، هذه دفعت عليها ثروتي عشان كثر ما اني البصل، قصدي كثر ما اني احط بصل في حياتي. اخاف احد يجي، والله اني اخاف مرة. خليتينا ننام. تحسون عادي بنادول؟ وش اللي ينزل الحرارة؟ أنا في صداع بس أنا وش اللي ينزل الحرارة الحين؟ هذا وأنا فيني حرارة. أوريكم الكيكة اللي جاتني اليوم التأسيس، بس إني ما أكلت منها عشانها بيضة وأنا ما أحب الأبيض. شوفوا بس يعني أمي قطعتها فخربت. أنا كان عليها رسمة كذا بالأخضر. أنتي ترفعين الحرارة، الله يسعدك. كل تبن شفتوا سكت يحترمني. اصبروا افتح الثلاجة الثانية عشان اجيب في فدول. ما في فدول، في الشراب حق في فدول، هذاك حق الورعان اشربه. ما في يا اخي، كل تبن. حطيتكم قدام اللب. لازم تاكلين بعدين تاخذينه. تدرون ان الساداتي كلهم هاوشوني على السالفة اللي انا اسويها. الاضاءة تهبل، شوفوا كيف طالع وجهي جميل رغم اني تعبانة وميتة تعب. اسمح لكم تصورون وانا وجهي كذا عادي، صوروا. يلا خلص القلب، يلا صوروا. حلو دومي، الله يسعدك. يلا كنت بس خلاص يعني. إضاءة الثلاجة اي والله افضل بكثير، عشان كذا احبها. شوفوا حتى هنا الإضاءة الصدق. مواصلة لا بنزلها اي عادي يا اخي. خلاص يا اخي، خلاص ما يشغلك بنفسك. خلاص خرب علي حياتي، ابنزل الحوش. اوريكم عصافيري. اسكتوا. بوريكم عصافيري. طبعا انا شريتهم عمدا، ما لقيت بنفسجي فشريت اخضر، بس انتظروني بشتري بنفسجي ان شاء الله قريب. حياتي ليش مو فاتحين لكم الدريشة؟ ليه كذا وسخين؟ سكري الثلاجة سكرتها. اصبروا كيف اوريكم. ناظروا ودي عصافيري. هذا الازرق اللي شريتها عشان كذا، وهذاك لونه اخضر. طبعا ما لقيت بنفسجي فشريت اقرب شيء فلقيت اخضر، يعني ما لقيت الوان ثانية. طيب دبتي قلب، بسم الله على قلبك.
الحمد لله حسنا، حتى حسيته بالدفى جبتكم عند الشمس عشان تدفونوا كذا. تخافين منهم؟ لا، تخيلوا أمي لما كنا حنا في درة الرياض، أبوي جاء عشان ينظف، طيب مدري أي، لا مو بينظف، جاء عشان يحطهم موية. ليش لون أزرق؟ عشان نصير أزرق وبنفسجي، عشان أنا أحب البنفسجي. my favorite person تحب اللون الأزرق عشان كذا. أي المهم قلت my favorite person بالإنجليزي عشان في ناس ما تفهم إنجليزي، عشان كذا. المهم أي خذي كمادات، مالي بتهدى شوي إن شاء الله. أنا أعرف ليش أزرق. خلاص ترى بدت تبرد مشاعري يعني لها، بس يعني أحب الأزرق. لا أنا قلبي كلنا نعرف، لا ما تعرفون، لا تونكم صايدين الجو. قلت my favorite person، يعني إن أنا my favorite color أمزح، أنا لوني المفضل البنفسجي، و my favorite person لونها المفضل الأزرق. عشان كذا أنا شريت العصفور أزرق، وكنت أدور عصفور لونه بنفسجي بس ما لقيت، فشريت عصفور أخضر. فإذا لقيت بنفسجي بجيبه وبحطه معهم، بس بجيب قفص أكبر عشان بس بيقتلهم الولد. فواز وريو مين زعلك يا وريو؟ قالوا لي فواز زعل وقفل البث. طيب نعرف نسوي، ما حد يعرف إنجليزي غيرها. سديها أول شيء، أنا قاعدة أمزح، واضح إني أمزح أصلا، بس عشان ما تصير واضحة، عشان كذا قلتها بالإنجليزي. أحس إني أستحي أقولها بالعربي، قلتها بالإنجليزي عادي. شوف قد إيش هو كبير، قد إيش أنا أحب هذه المقاسات. فصلات ذي من زمان عنها، عشان كذا تبون ننزل نلعب كورة. يا جماعة سامي شكرا. اسمعوا، نبي جست، ما في أحد فاك إلا كادي ولولي وروان بس. الرندي شكرا. أمزح، لا تصدقون كل شيء. خشي جولة رغد. معك شاحن أنت؟ إذا شاحن قول لي عشان ألعب جولة، بس إني ألعب كذا على العمى لا. تخلي ما راح أدخل معاها عشانها داخلة مع ملاحي، وأصلا خلاص دخلنا مع بعض، ما أتوقع بدرجة ترسل لي. إيش قلتي؟ قد إيش أحب الكد. ما أقدر أوصف إيش كثر أحبها صراحة، يعني صدق صح إنها داعمة بس مرة أحبها. اصبروا خلنا نقعد لأني تعبت شوي، يعني بدي ظهري يعورني. طيب أيوة خلينا مع روان بعد أتوقع قفلت البث صح؟ قلت لك أثبت على وشو. انتبهي قبل تدفعين ثمن اللي تسوي. ايش ثمن ايش قاعد تقولين انتي؟ نبي قصة كم قولي. ما عندي داعمين، انا انسانة فقيرة الداعمين. معاذ ما هو موجود. خليه عشوائي، صدق تبون عشوائي؟ طيب المشكلة ان الحين البث بيطيح طيحة كلنا عارفينها. دوري بالكرسي، الكرسي ما يدور كذا أحسن. ماني حاطة فلتر خليني مع روان. روح وجيب روان. طيب خلاص تعبت كليت هذا قدامكم،
بس إنه يعني للحين ما صار شيء. أنتي متهاوشة لا ماني متهاوشة معاه ولا راح أتهاوش معاه، لأني أنا ما أحب أجحد شخص كان داعم يعني أساسي، سواء كشهرتي ولا دعم بس مجرد دعم، يعني مستحيل أجحد أحد. إيه ده حق الصداع، إيه حق الصداع، بس إنه حق الحرارة ما فيه، فعشان كذا قاعد أقول لكم إني قاعدة أذوب. طيب عشان الحرارة قاعد تأثر على مخي. وش تشجعين؟ أشجعكم أنتم تستخدمين يدك. ما أستخدم شيء ليديني، ما أستخدم ولا شيء أصلا بحياتي. أنا ما أهتم بنفسي لهالدرجة. أحط كريمات وخرابيط البنات ذي. بنادول الأزرق ما عندي إلا بنادول الأحمر وكليته، وفي فدول ما عندي إلا دواء ذاك حق الورعان. يا جماعة قولوا الروان رغد تبغاك، بس إني أخاف، والله أخاف إنه ما يكون عندي دايمين. ترى قلت لكم أنا من أول أقول لكم أكره الخسارة، بس يعني عادي بديت أتعود. فيك صداع؟ إي والله فيني صداع. ازهليني أزهلكم، والله إنكم تخوفوني، بس أسوي؟ ذكرتي ولا لسه؟ خلاص تكفون يا أخي، خلاص يا أخي. اي والله قفلت. تخلي مع مير. ترى ازعجت امي. طيب مير اجيب مير من وين؟ من الدريشة يعني. مير تكفى انت حالي بثي. ما هي باثة مير، ادخل معاها وين؟ بلوتوث بالعدو ولا فيك. مين انتي تكفين عسل؟ خشي يا سامي. ما عندنا مستوى يا سامي، ما عندنا مستوى عشان نخش مع حد يا سامي. سامي يهجد يا سامي. قيسي الحرارة. المقياس عند هذه جوا. طيب خلنا نغني، ايش رايكم؟ خلنا نغني. تبون نغني؟ فانزك بالانستا انا يا روحي والله. شو اسمك طيب؟ انا بأثر لكم عشان تضيعوني من التعب، عشان لو بقد اخذ وضعيتي اللي انا تعبانة وميتة بتعب صدق قوة. يعني روقوني. اسمي نهى اموت عليك. ما راح ترجعين حسابك؟ لا. هو مو مبند، انا مو مبند الاساسي، مبند باقي الحسابات عندي 3. بندت 2 وخليت الاساسي بس اني ما ادخله. وسنابي بعد، سنابي ترى ما قاعد ادخله، اللي تنزل لكم صديقتي. اقوى اعتراف. ايش افضل مسلسل عندك؟ ما احب المسلسلات. والسبب السبب ان انا ما ادري، بس اني بندت كل شيء. وسنابي اللي ينزلون فيه، اللي تنزل فيه صديقتي وبس. يعني انا بس ماسكه التيك توك حاليا وما ادخله كثير. يعني الشيء الوحيد اللي قاعدة انزل فيه تويتر. مرة احب تويتر. الجازي ردة روحي الجازي. صباح النور والسرور والحب وكل شيء. ليش في تحذير؟ ما في تحذير. نبي نغني، حتى أنا أبي أغني. أم صديقتك، والله صديقتي تنزل لكم سنابات، هي تنزل لكم سنابات وكذا. يعني أنا أقول لها، فهمتوا؟ أقول لها نزلي شيء، نزلي كذا وهي تنزل. رغد هل فكرت تركين السوشيال ميديا؟ كلمة فكرت تكسر. غيرك من فضل إيش؟ بنفسجي وأزرق. خلاص يا ماما، خلاص يا حبيبي، خلاص. ذكرت. ليش ما تنزلين أنتي؟ يا جماعة تعبانة نفسيتي خايسة، ما أقدر أنزل أنا سنابات وأسوي مدروش. والله ما فيني حيل، مالي خلق حتى الشيء.
فإن شاء الله تخلص فترة الاختبارات دي على خير عشان أقدر أعيش طبيعية. جميلة تبارك يا عمري وقلبي أزرق. أوف والله إني أموت على الأزرق عشانك. الجازي ترى سويت اللي قلتي لي عليه تمام. قلت إن قلت ذيك الكلمة اللي قلتيها لي وما حطيت إيموجي. بعدين قلت إن كم بتقعدين بس. وطبعا يعني ما يحتاج أقول لك وش الرد، إنه ما في رد أصلا. أي ما تقدرين وانت جالسة تبثين الحين، ما يخصك انت. انا اقول لكم انا باثلة ان ابي الحرارة تنزل. اذا سولفت يمكن تنزل، يعني اني لو ضيعت السالفة ممكن تنزل. ايه انتي غير عن اول هذه الفترة. اقسم بالله المرة الجاية ما خليك ترسلين. اي والله انا بعد ادري انه ما راح ترد، بس يعني قلت اسوي باصلي انا تمام. قلت اسوي اللي علي واسوي اللي المفروض اسويه وسويته يعني. اصدمي المرض بالمرض وش؟ ما ينفع تسميني ترى أنا أثق بصديقتي اللي معها سنابي أكثر من ثقتي بأي إنسان في حياتي. جدا 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 والله العظيم يعني. الحمد لله. طيب أنا دايما أقول ما تثقون بأحد من هذا الكلام، لكن هذه الإنسانة يعني أقرب لي من روحي، فيعني عادي إني أثق فيها وأعطيها كل شيء عادي. فالكذا أنا مسلمتها حساباتي وجربت قبل ولا خذلت فيني ولا فتحت شيء أصلا. تنزل ب3 سنابات، ترسل ستريكات وتطلع بس ما تسوي ولا شيء. وبعدين ما هي صديقة يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين. اي والله ملاك بسم الله عليها. والله انتي الملاك يا الجازي. كنت بقول الجوهر. تخيل تخونك اوفلو وتصير تنعدم الثقة. انا اصلا ثقتي في الناس معدومة، بس ان هذه غير. الله يسعدك يا سامي، الله يسعدك، شكرا جزيلا ما قصرت. اي 2 ويوم. اي فعشان كذا يعني انتم خلوا ثقتكم محدودة في العالم يعني شوي، ولا تكثرون علاقات. لا تكثرون علاقات. خليكم محدودين. عندك اشتراك وما تقولي لنا ليش اقول لكم اسوي معكم اشتراك؟ يعني ابي اطلع نفسي كذا اروح مكان. ايش في الجازي؟ رغد امسكوا ذول عبالهم ابغى اقربهم. خلوا لكم الجازي تكفين خلاص. قفلي الموضوع مالك منه يا جماعة. وجهي ايه الجازي انتي ادمن صح يا ماما؟ تكفين اي احد يتكلم عن الكورة والسيارات تكفين كتمة بس، اكتميهم بس. ايش صار على تقويمك؟ الدكتور قايل لأبوي إنه يكلمه بس أبوي نسي يكلمه. أعطيك مدات يا رغد. يا جماعة ما أعرف اسمعوا نصيحة رغد الحين. رغد تقول أنتي أكبر بلاير صح. أنا أتكلم وأنا أضرب إنسانة في الكون وأكثر إنسانة عندها علاقات في الحياة. كورة وش دخل الكورة؟ هم يعرفون وش دخل، لا هم فاهمين ما عليك. ممكن تقفلون سيرة أي إنسان أنا تركته. ممكن أي إنسان أنا إنسانة أنا طلعت معاهم في قسط وشفتوا إنه خلاص انتهى ما بيننا وما صرنا ندخل مع بعض، قفلوا سيرته ولا تتكلمون عنهم نهائيا. لأني صدقوني شخص تركته ما راح أرجع له نهائيا والله مهما صار. أنا عندي فرصة أعطيها، ولو كان شخص قريب مني مرة أعطيت 3 فرص. لكن شخص أو شخصة بيني وبينهم تيك توك بس شاشة، أقعد أسامح وأدخل لا ما أهتم.
ما انت تركتي، هم يعرفون لأن هم غثوني بنفس خلاص يعني اهدوا. ولا يمكن إني أسمع شخص يهيني ويهين أسلوبي ويهين أخلاقي وتبوني أرجع وأدخل وأنا اللي أعتذر. لا والله لا والله، يعقبون كلهم. أنا ما أعتذر إذا أنا ما غلط. هين أنا قلت إني أنا غلط، ممكن إني أنا رديت والمفروض إني ما أرد بذا الكلام اللي أنا قلته، بس هو اللي بدأ بالغلط، بس أو هي اللي بدأت بالغلط يعني. كفو عيوني أنتم. طب وش اسم عصافير كرغودة؟ ما يمدي أقول لكم أساميها. المهم واحدة اسمها رودي، الثانية عاد لونها أخضر اسمها رودي، لونها أزرق